اتكلمنا وقلنا كابتن محمود الخطيب، اللي انا هقوله ده امر واقع، يعني مش حاجه بفتكسها او حاجه بالفها. لا، ده في امر واقع، زي مثلا الهرم موجود في الجيزه، امر واقع. النيل موجود في مصر، امر واقع. يعني في حاجه غير كده؟ مصر تقع في قاره افريقيا، ده امر واقع تمام، ما بيفتكسش. محمود الخطيب اسطوره من اساطير كره القدم المصريه، امر واقع. نجم وعنده كاريزمته، امر واقع. ما فيهاش نقاش، ده امر واقع. لا مثلا لا انت بتجامل ولا انت يعني أنا لما اقول الهرم في الجيزه، انا بجامل الهرم ولا بجامل الجيزه؟ لا هجامل الهرم ولا هجامل الجيزه، ده امر واقع بنحكيه. محمود الخطيب كده، كابتن محمود الخطيب كده اسطوره، رجل زي ما انا اتكلمت وقلت عنده المقومات دي. قول لي طب يعني هل ممكن في واحد عادي خالص هيشوف الخطيب في الشمس هيتصور معاه؟ هيتصور معاه طبعا. وبعدين فين هو الجرم اللي ميدو عمله؟ تمام، هو ميدو غلطان طبعا في حاجات ومش غلطان في حاجه، نخلي بالنا يعني عشان برضو ايه، كل واحد ياخد حقه، كل واحد بياخد حقه. اوكي ولا مش اوكي؟ ايه المشكله يعني ان انا ابقى في فرح دخل الكابتن محمود الخطيب، قعدنا مع بعض على ترابيزه واحده ويبقى ليا الشرف طبعا واتصور مع، ايه المشكله؟ ايه المشكله ان الكابتن حسن شحاته يبقى موجود في مكان وابقى قاعد جنبه ومتصور معاه؟ ايه المشكله؟ او حد من النادي الاهلي جنب الكابتن حسن شحاته بيتصور، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه الغلط في كده يعني؟ ايه القضيه؟ ايه الموضوع يعني؟ ايه الشغلانه؟ ايه اللي مفيش حاجه خالص. ما انا طلع عندي هنا في القناه كل نجوم النادي الاهلي، هشام حنفي و هشام حنفي ووليد صلاح الدين وكابتن ماهر همام وكابتن شطه وناس كتير ومحمد عماره وخالد بيبو ومحمد فاروق، كل نجوم النادي الاهلي جم عندي في القناه. ايه المشكله يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ونجوم نادي الزمالك، ايه المشكله؟ مفيش مشكله. انما المشكله بتبقى موجوده في عقل، في عقل وكيان اللي هم عندهم مشكله من كده. هو الموضوع نفسه ما فيهوش حاجه، انما هو مشكله حضرتك انت بقى او انت، ان انت الحته دي بتضايقك او بتزعلك، تقدري تروحي تتعالجي او تقدر تروح تتعالج، دي قصتك، مشكلتك انت. انما تصرف سوي، تصرف محترم. لما واحد يتصور مع نجم، ايه المشكله؟ ما فيهاش خالص. واحد عنده مشكله بقى في القصه، انت حر، انت حر. وزي ما انا بتكلم وبقول وباكد على هذا الكلام دائما وابدا، دي وجهه نظر، اللي يحترمها اهلا وسهلا بيه، اللي ما يحترمهاش في حدود الادب اهلا وسهلا بيه برضه. انما هي وجهات نظر، وكل واحد له وجهه نظر وكل واحد له رؤيته، محدش يقدر يفرض حاجه على حد. مش بطوله مني ان انا اعمل شعبيه اشتم المنافس، مش بطوله، دي قله حيله. يعني النهارده لو واحد اهلاوي، هو عشان يثبت انه اهلاوي متعصب قوي يعني وبيحب النادي الاهلي وبيعشق كيان النادي الاهلي وبيبوس تراب النادي الاهلي وبيعيط لما النادي الاهلي بيخسر ولا بيتعادل وبيلطم وبيصوت، وخلي بالكم معظم المشاعر دي اللي بتظهر لكم على السوشيال ميديا معظمها بيبقى فيك، معظمها يعني يقع عشان يبين للناس كده، ها، ويعيط ويتقهر وبتاع ومش عارف ايه ويشتم الزمالك. مش بطوله، صح؟ والعكس ايه؟ والعكس صحيح. عشان انا بقى زملكاوي وبحب الزمالك وبعشق الزمالك وبموت وبدوب في الزمالك وبتاع، اشتم النادي الاهلي وهاجمه والا ادبه عليه ولا لا طبعا، دي مش معنى كده خالص يعني. بحب الزمالك ابنيه،
بحب الزمالك اقف جنبه، بحب الزمالك اساعده، بحب الزمالك اعليه، بحب الزمالك اشوف اخطائه فين واعالجها علشان يكبر. ده الحب بتاع الزمالك، وحب النادي الاهلي نفس الكلام. انما التعبير عن الحب المفرط ان انا اشتم المنافس، طب ما تشتم ابوك، او اشتم امك، او اشتم اخوك، او اشتم اختك، او اشتم مراتك، او اشتم عمك، او اشتم عمتك. الله، ما انت في كل عيله فيها دول. اشمعنى هتشتم جمهور نادي الزمالك وتسيب ابوك الزملكاوي؟ الله. اشمعنى هتقل ادبك على جمهور النادي الاهلي وتسيب بنتك الاهلاويه؟ الله، مش كده ولا انا غلطان؟ بعدين واحد عاشق قوي كده يعني وبيموت في دباديب الدباديب بتاعت الفانيلا الحمراء، وانت عاشق قوي وهيمان قوي كده ومنحنح ومسحوح. لو جات لك بنت حلوه اموره كده ولذيذه وبتاع زي بنتك في الجامعه وقالت لك انا زملكاويه، مش هتتجوزها؟ طب جات لك شغلانه كده هتقبض لك فيها قرشين حلوين والمدير بتاعك او صاحب الشركه زملكاوي، مش هتروح تشتغل؟ احنا بنهزر يا جدعان، بنهزر والله العظيم ثلاثه. احنا مقفورين الدنيا، مقفورين الايه الدنيا. هيثم صلاح قال لك جوزها والنصر، ده ممكن هيثم يقلب يبقى شجع اسمه ايه ده كوتوكو، يقول لك انا بموت في كوتوكو بس اتجوز البيت دي. ماشي. فطبعا طبعا الناس اللي بتحب تركب الترندات وبتركب الموج دول، ده اللي شكلك كده هيثم صلاح، ده اللي انت فالح فيه. هيثم فطسان على روحه من الضحك من ساعه ما جبت المثل بتاع الواد الاهلاوي وجت بنت حلوه زملكاويه عاوز يتجوز. اتفضل يا عم، شكل كده هيثم عايز يتجوز. شوفوا له حل بقى الجماعه اللي موجودين معاه في الشات دول. ماشي يا عم هيثم، براحتك خالص خالص خالص، يكش تكون متجوز ومراتك بتسمع تبقى ليلتك طين. والله لو بقى فاتح البتاع ده اقفل واسمع كلام. لو متجوز هتبقى مشكله، هتبقى ايه مشكله؟ والله بصوا بيضحك ازاي. وعادل المنصور او هيثم صلاح اوعى تكون متجوز، لو مراتك سامعه دلوقتي هتبقى كارثه طبعا. ماشي يا كابتن تامر انك اول شخص الله عليك، الله يكرمك يا عم وليد. خليفه ليدو بيقول لي يا كابتن تامر بصراحه انا شايف انك اول شخص زعزع استقرار الفساد داخل نادي الزمالك وما خفتش وكنت ارجل زملكاوي في مصر. هو الوحيد اللي كنت واقف من كده، ما كانش حد واقف يعني. هيثم صلاح قال لي متجوز والله، ده انت ليلتك دي. طب ايه الفاتحه بقى على هيثم؟ الفاتحه على هيثم لو مراته موجوده وسمعت الشات اللي هو عمله ده، شكر الله سعيكم. تقريبا ده كده اخر لايف لهيثم صلاح على قناه تامر عبد الحميد بعد ما كان عاوز يتجوز البت صحا الزملكاويه. اه اه فنخلي بالنا. ماشي. فالافواره دي مش مكاننا. ماشي، الافواره ديت مش مكاننا ولا بتاعتنا.